خلاص انا بقيت بشوف قفشه بعمل كده اوتوماتيك. فجأة كده النكهة كده وخنق ده انا هشنك. مساء الفل على بتوع الكوره وماتش الاهلي والقطن الكاميروني اللي خلاص بنتيجه 4-0 في ليله مصالحه الاهلاويه. وزي ما قلت قبل كده ان ماتش القطن مش ماتش تقييم مستويات ابدا، بس فيه ايجابيات كتير لازم نتكلم عنها. اولا انت كان لازم تفوز على القطن عشان ترفع الروح المعنويه عندك. تاني حاجه انك بتثبت رجل لعيبتك وبتفوق لعيبه تانيه زي كهربا وبيرسي تاو ومروان عطيه. بس احسن حاجه بالنسبه لي ان كولر ما جودش ولعب بنفس فكره ماتش الذهاب، وهي انه يفضي الجبهه الشمال ويلعب عليها الطوليه. زود عليهم بقى فكره جديده وحصلت النهارده كذا مره وجا منها جونين. هتلاقي ان في لعيب دايما بينزل للنص او بيطلع للطرف ويسحب المدافعين معاه، ولعيب تاني بيتحرك في ظهر المدافعين. بس في حاجه استفزتني لما تبص للكورتين دول، هتلاقيهم من نفس المكان ونفس الفكره تقريبا، بس الاختلاف ان الكره كانت في رجل قفشه. ما ينفعش قفشه يلعب الكره على طول، لازم ياخرها كالعاده فتبوظ. وهنا نفس اللعبه هتلاقي ان كهربا بيقطع والمدافعين كلهم سرحانين وعينهم على الكوره، فبتفضل مساحه تماما لبيرسي تاو اللي بيقدر احمد عبد القادر يلعبها له بشكل مميز جدا، فيرجع يحطها لكهربا وتيجي جون بكل سهوله. واللي عجبني النهارده اكتر غير السرعه والايجابيه خصوصا في الاجوان هو السكان في اول جونين بالذات. بحب اللعيب قوي لما يرفع عينه بالاخص قبل ما الكره تجيله كمان. واخر نقطه هتكلم عنها بعد الجون الرابع، انت اساسا خسران الماتش اللي فات 5 والصعود لسه مش في ايدك والجمهور مش طايقك، فمش وقت استعراض خالص، مش وقت ان انت تقعد تعمل حركات كانك لسه واخد بطولتين ولا 3 بطولات. اقلها خاف على نفسك من الاصابه. وعايز اتكلم بقى على كام لعيب، ونبدا بعبد المنعم اللي عاوج رقبته قوي قوي وكان هيعمل كذا خروجه في اول الماتش. عايز اقول له يا كابتن احنا لسه ما صعدناش ولسه صعودنا مش في ايدينا اساسا، فبالراحه شويه على نفسك. مروان عطيه ما شاء الله عليه اصبح ما فيش غنى عنه في التشكيل الاساسي، مردود دفاعي 10/10 ومردود هجومي كمان الفتره دي. لاحمد عبد القادر الجناح الاهم في الاهلي والاكثر ايجابيه، بس دايما اللمسه الاخيره عنده فيها مشكله. يعني لو جينا للكره دي، لو جبت عيل في ابتدائي هيقول لك ان هي تترفع لوب صغير من فوق الحارس، ما تتشطش بالشكل ده ابدا. نفس الكلام في الكره دي، قدامك 3 واقفين هتعدي ما بينهم ازاي؟ وكهربا كمان ممسوك معاه واحد، وقفشه ممسوك معاه واحد، وبيرسي تاو جاي لوحده في صحراء. لعبتها برضو في اللي قدامك خبطت وباظت الكرة علينا. برضو الكرة دي لوحدك تماما، وعندك مليون حل، واصحهم واسهلهم ان انت تلعبها الكوكا زي ما على طول بنعملها مع علي معلول. لكن طبعا احمد عبد القادر لازم يختار اصعب حل، وهو ان هو يروح يعدي هو وما يلعبهاش لاي حد فتبوظ كالعاده. وبيرسي تاو للماتش التاني وهو فايق ومقدم احسن مردود فني الجمهور مستنيه منه، وده عايز ارجعه لنقطه وجود جمهور في الملعب بيدعمه وهو حاسس بنفسه وفيه ثقه. بنشوف كواليتي تاني خالص من بيرسي تاو. واخيرا كهربا اللي زي ما قلت ان هو لازم ياخد اساسي كتير، طالما بيديلك والكره ماشيه معاه اديله فرصته، خليه اساسي طالما الكره عايزاه وهو بيقدم اللي عليه وزياده. وسؤال الحلقه، لو بيرسي تاو كمل لاخر السيزون على نفس المستوى ده، شايف ان هو يكمل في الاهلي ولا اضمن واحسن يخرج ونجيب صفقه اجنبيه تقيله؟ لو الحلقه عجبتكم ومبسوطين من مكسب الاهلي ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم الماتش الجاي على خير.